المرحلة السادسة في فانل التسويق والإعلانات هي ليها مسميات كتير، ممكن تقول عليها ريتارجتنج، فولو أب، متابعة، إعادة استهداف. ودي 90% من الناس ما بتتكلمش عليها. وهي زي ما احنا اتكلمنا في المرحلة الخامسة، ان تقريبا 3% من العملاء اللي بيشوفوا الاوفر بتاعك سواء دخلوا على الويب سايت او بعتوا لك مسج هم اللي بينفذوا في الوقت الحالي على طول. فده مش معناه ان خلاص ال 97 الباقيين اللي دخلوا وبعتوا لي رساله او مثلا دخلوا على الويب سايت او لاندنج بيج عندي خلاص انساهم واشوف اللي بعده. بالعكس، انت خلاص انت كده كده صرفت عليهم فلوس. ده احنا اصلا الناس اللي بتخش في المرحله الاولى او الثانيه اللي هو يا دوبك شاف الاعلان بس، او حتى شاف الاعلان ودخل على الويب سايت من غير ما يعمل اي حاجه تاني، بنعيد استهدافهم. لان دول بيطلع منهم عدد اوردرات كويسه جدا، لان انت كل ما بتقرب العميل، ما بتوصل مع العميل لمرحله من مراحل الفانل والتسويق، كل هو ما بيقرب معاك لمرحله الشراء. فليه لما عميل بيوصل للمرحله الاولى او الثانيه بنعيد استهدافه، ولو عميل وصل معاك للمرحله الثالثه او الرابعه تسيبه؟ لو هو بعت لك رساله مثلا وما اشتراش، او دخل على اللاندنج بيج وشاف الاوفر وممكن يكون عمل اد تو كارت كمان وما اشتراش. فالناس دي مهم جدا جدا جدا، لان هم دول اللي هيبدا يطلع منهم عدد اوردرات كبيره جدا بتكلفه لا تذكر، على حسب يعني سياسه استخدام الريتارجتنج عندك. انت بتستخدم ايه بالظبط؟ بتستخدمها مانيوال، بتستخدمها بادز، بتستخدمها بشات بوت، بتستخدمها بايميلات، باس ام اس، على حسب انت ريتارجتنج بتعمله بايه. بس المرحله دي بالذات بتطلع اكبر عدد ممكن من الاوردرات باقل تكلفه، والمرحله دي لوحدها عايزه فيديو، يمكن كمان عايزه سيشن، ممكن ابقى اعمل سيشن عنها لايف هنتكلم عنها بالتفاصيل.